لأن الصحة ثروة الإنسان العاقل، ولأنها أغلى ما يملك، وهي السلامة والعافية من المرض. كل هذا لأجلك ولأجل أسرتك، ولكي تنعموا بصحة جيدة، ولأننا نهتم بأمركم. لذا راديو الأمل FM يرشدكم لأجل صحتكم، ويقدم لكم البرنامج الإذاعي الصحي. كن بصحة. إعداد مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. تقديم شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية معتز سالم. كن بصحة. إنتاج راديو الأمل FM 2023. كن رياضيا وكن في غذائك يا صديقي متزن، وامنح الدنيا نشاطا وبهاء وازدهارا ونماء. أثمن الأشياء صحة تنمو على نهج قويم. أثمن الأشياء حينما الأجساد بالعقل السليم. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو الأمل FM، نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج كن بصحة، ونحن في شهر رمضان المبارك. لازلنا متواصلين معاكم في نفس الموضوع، مريض السكري ورمضان. ومعانا أيضا الدكتور نادر عمر باضفاري، طبيب عام ممثل عن مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. نرحب بك دكتور نادر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. زي ما ذكرت دكتور نادر ولكافة المستمعين في الحلقة الماضية، تحدثنا حول زيارة مرضى السكري للطبيب، تحدثنا عن أمور كثيرة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام لازلنا متواصلين معكم في نفس الموضوع، موضوع مريض السكري. طيب دكتور نادر، بعد أن تحدثنا عن ارتفاع سكري الدم، هل هناك انخفاضات مستويات السكر في الدم خطير؟ نعم، ارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه كلا الحالتين خطيرة، لكن ممكن اعتبار انخفاض السكري أخطر بسبب المضاعفات اللي ممكن حدوثها بسرعة بوتيرة سريعة، بعكس ارتفاع السكر حيث أن مضاعفاته تأتي بمرور الوقت وتجاهل الأعراض والعلاج. أما انخفاض السكر فتكون مضاعفاته سريعة، إن لم ينتبه لها الشخص أو الأهل فقد تنتهي بالموت. نعم. طيب متى نقول أن هناك انخفاض في مستويات السكر في الدم؟ عند الفحص السكري في الدم أو السكر في الدم تكون النتيجة أقل من 55 ملغ من كل ديسيلتر للأشخاص الأصحاء طبعا. أما بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من داء السكري فيكون أقل من 70 ملغ، يعتبرون أو يعتبر تشخيصهم بانخفاض سكر الدم. نعم. طيب هل هناك أعراض لانخفاض مرض السكري؟ أكيد. الأعراض غالبا تظهر لما يكون سكر الدم أقل من 50 ملغ. ويختلف ظهور الأعراض من شخص إلى آخر حسب الحالة. والأعراض مثل زيادة التعرق، زيادة في عدد نبضات القلب، شعور بالغثيان، الرغبة في التقيؤ، حالته العقلية تكون مشوشة، قد يتفاقم الأمر إلى حدوث تشنجات وغيبوبة قد تؤدي بعدين إلى الموت لا سمح الله. نعم. طيب دكتور نادر، هل انخفاض السكري هل هو خطير وقت فترة الصوم لمريض السكري، وهل هل يجب الانتباه له؟ نعم. الخطورة سواء صائم أو فاطر لا تختلف، لكن انخفاض السكر في الدم يعد من أكبر وأكثر مشاكل مرضى السكري في رمضان ووقت الصيام. ففي وقت الصيام يكون الخوف من انخفاض السكر أكثر من ارتفاعه في مرضى السكري، لذا دائما ما ينصح مريض السكري بقياس سكر الدم أثناء الصيام عدة مرات، وإذا وجد أن السكر منخفض أو أقل من 70 فعندها قد يضطر إلى الإفطار حتى يتلافى مضاعفات انخفاض السكر. طيب ما برضو ممكن نسأل برضو
ليش مريض السكري اللي في الأساس سكر الدم عنده مرتفع ممكن يصاب بانخفاض مستوى السكر في الدم؟ الجواب أنه بسبب الأدوية الذي يأخذها وحالة الصيام اللي يكون فيها الجسم خالي من السكريات، وعمل الأدوية برضه، وأضف أيضا العمل المرهق صباح أيام رمضان والجهد المبذول ممكن تسبب له انخفاض السكر، خصوصا للأشخاص اللي يأخذون أنسولين. طيب مستمعينا الأكارم، دكتور نادر، خلونا نطلع أو نذهب بفاصل قصير ونعود لكم من جديد. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في هذا البرنامج كن بصحة، وفي هذه الحلقة لازلنا متواصلين معكم حول موضوع السكري. دكتور نادر، تحدثنا قبل الفاصل حول انخفاض السكري وهو خطير لمريض السكري. طيب إذا كان هناك خطورة لانخفاض السكر في الدم لمريض السكري، كيف من الممكن للمريض التعامل مع هذا الوضع؟ زي ما ذكرنا سابقا، ضرورة استشارة الطبيب المختص أو المعالج قبل دخول رمضان للحصول على النصائح بالنسبة للتغذية والوجبات والسعرات الحرارية وكمية السكر الموجودة في الغذاء، وتغيير جرعات الأدوية أو نوعها بما يراه الطبيب مناسبا لحالة الشخص. يعني العلاج اللي بيوصف للرجل العامل بمجهود عضلي بيختلف عن الشخص العامل بمجهود مكتبي عن الشخص اللي بيكون جالس في البيت أو كبير السن. جميل. طيب دكتور نادر، ممكن تلخص للسادة المستمعين وخاصة في طبعا مستمعين مرض السكري، ممكن تلخص الخطوات الاحترازية خاصة وقت الصيام وبعد الإفطار لمريض السكري؟ أولا وقبل كل شيء، ويجب ذكره مرارا وتكرارا، يجب على مريض السكري زيارة الطبيب قبل دخول رمضان واستشارته ومناقشة الأمر معه، بحيث يمكن للطبيب مراجعة الحالة وإعطاء النصائح وتعديل الأدوية أوقاتها وجرعاتها وأنواعها بحيث تتناسب مع حالة المريض المرضية وأسلوب حياته. طبعا قد يقول البعض أنه قد مر عليهم رمضان في السنوات الماضية بدون أي مشاكل وبدون استشارة أي طبيب قبل دخول رمضان. نقول لهم الحمد لله على صحتك وعافيتك، وأن الله أجارك من المشاكل خلال الشهر المبارك الماضي. لكن عدم ظهور أي مشاكل أو أعراض خلال الشهر لا يعني بالضرورة أن مرض السكري أو مرض داء السكر كان منتظم، ومضاعفات السكري كما ذكرنا سابقا ما تظهر في يوم وليلة، ولكنها نتاج عن فترة طويلة لاختلال سكر الدم. أما بالنسبة للتغذية، يجب على مريض السكري تجنب الإكثار من الطعام في وجبة الإفطار واجتناب الدهون والكربوهيدرات، وممكن يبدأ الإفطار بعدد قليل من التمر ومع الحليب والقهوة. ممكن ننصح برضو بتأخير وجبة السحور قدر الإمكان. أما بالنسبة للنشاط البدني، ينصح باجتنابه لمرضى السكري خصوصا قبل الإفطار، وأيضا تجنب النوم قبل سويعات من الإفطار، حيث أنه أكثر حالات انخفاض السكري تحدث قبل الإفطار بساعات قليلة. عدنا إليكم مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة الخاصة التابعة لبرنامج كن بصحة. تأتيكم هذه الفقرة برعاية مديمة لأدوات التجميل والأدوية، بلسم علاجي بمكونات طبيعية لمنع تساقط الشعر، سيسيميد 300 ملي، يقوم بوقف تساقط الشعر ويزيد من عدد الشعر الجديد بنسبة 21%، يقوم بتحسين بنية الشعر، يمنح شعرك النعومة والكثافة، يحمي الشعر من التلف، يحمي الشعر من العوامل البيئية الضارة، مناسب لجميع أنواع الشعر. طريقة الاستخدام: يتم وضع كمية مناسبة على الشعر بعد غسله بالشامبو ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يتم غسله جيدا. وللحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام الكورس المتكامل من سيسيميد للعناية بالشعر، شامبو، بلسم، لوشن وإمبولات، صنع في بولندا. ما نوع المنتج الذي تم عرضه في حلقة اليوم؟ للإجابة يرجى إرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 776580229 عبر رسالة نصية. تأتيكم هذه الفقرة برعاية ميدما.
إذا مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج كن بصحتك. نشكر الدكتور نادر عمر باطفاري على هذه المعلومات الوافية لمرضى السكري. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لقانا يتجدد بكم في حلقة يوم الغد وفي نفس الموعد. في أمان الله. كن بصحة. إعداد مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. تقديم شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية معتز سالم. كن بصحة. إنتاج راديو الأمل FM 2023. كن رياضيا وكن في غذائك يا صديقي متزن، وامنح الدنيا نشاطا وبهاء وازدهارا ونماء. أثمن الأشياء صحة تنمو على نهج قويم. أثمن الأشياء حينما الأجساد بالعقل السليم. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة.